التقرير ده يمكن يأثر فيكم، لأن بجد قطرة دم بتساوي حياة. تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني. النهارده احنا موجودين معاكم من الهلال الأحمر المصري لتنظيم حملة، أو النهارده بالفعل الحملة موجودة، حملة التبرع بالدم. والجميل في الحملة دي ان المنظمين والمشتركين في الحملة هم من ذوي الاحتياجات الخاصة. ده شيء يشرفنا ويشرف مصر، وانا مبسوطة بالناس اللي موجودين جوه جايين بكل حماس عايزين يتبرعوا. لما حد بيكشفوا عليه وبيلاقوه مثلا ضغطه واطي شوية بيبقى زعلان قوي ان هو مش متبرع، او ان هو مش جاي قادر يوصل دمه. وكمان شعار الحملة النهارده بيقول نقطة دم تساوي حياة. انا بوصل رسالة لكل الناس والشعب المصري، بقول لهم بجد يا جماعة في ناس كتير جدا محتاجين ولو نقطة دم واحدة. بتمنى تكونوا موجودين معانا هنا. الهلال الأحمر بابه مفتوح لكل المصريين طبعا، وجميع المستشفيات وجميع مراكز التبرع بالدم. احنا محتاجين ده، عندنا مصابين كتير، عندنا أطفال كتير بيعانوا من انهم محتاجين ولو نقطة دم واحدة. فبتمنى من كل الناس اللي بتشوفنا تعمل زي الناس دي، الناس اللي جم النهارده علشان يشرفونا. ودي أول خطوة من خطوات حملة مصابين الثورة، وهي التبرع بالدم. تعالوا بينا نشوف الحملة النهارده. ومعانا دلوقتي احد المتبرعين بالدم. تعرف باسمك؟ سامي احمد، الجبهه الوطنيه لمتحدي الاعاقه. قولي يا سامي، ايه رايك النهارده ان متحدي الاعاقه هم واخدين اكبر نسبه في التبرع بالدم، او هم يعني عاملين الحمله دي؟ تقول ايه عن الموضوع ده؟ احنا الحمد لله احنا حبينا نوجه كلمه للمجتمع ان احنا شركاء في كل حاجه، شركاء في التغيير. فبناء عن دعوه الدكتور باسم السواح رئيس مجلس الاطباء جينا ان احنا نتبرع النهارده بالدم بتاعنا، على اساس ان احنا ندي رساله للمجتمع ان احنا بنشارك في كل حاجه، ومتحدي الاعاقه موجودين ان شاء الله في كل حاجه، في تبرع بالدم، في حملات التوعيه. احنا كنا موجودين في التحرير في القوافل الطبيه، وكنا بنجيب علاج وبنجري وبنروح، والحمد لله يعني. مرة تتبرع بالدم؟ لا انا اتبرعت بالدم كتير جدا، انا عامه يعني كل 6 شهور بتبرع بالدم. تقول ايه بقى للشباب اللي قاعدين في بيوتهم دلوقتي وعندهم صحه كويسه بس ما نزلوش يتبرعوا بالدم؟ انا بقول لهم ان اخر احصائيه وصلت ان عدد نص المصابين في مصر بنسبه 50% محتاجين في الدم، فاحنا لازم كلنا ننزل ونتبرع بالدم، لان كل نقطه دم بتنزل مننا بناخد عليها اجر وثواب. وفي اطفال كتيره في مستشفى سرطان اطفال او في اي مجالات محتاجين الدم، فلازم ان احنا نتبرع بدمنا، وكله من ميزان حسناتنا ان شاء الله. على راسهم كمان مصابين الثوره طبعا. طبعا اكيد طبعا، ده مصابين الثوره دولت ليهم حاجات كتيره جدا وليهم حق في رقبه المصريين كلهم. قول يا عمر، انت جاي ليه النهارده؟ جاي اتبرع بالدم. تتبرع بالدم؟ انت مبسوط قوي ان انت هتتبرع بالدم؟ جدا. ليه يا عمر؟ اول تجربة، اول مرة ان احنا كمعاقين نشارك بالحاجات دي. بس انا سمعت ان انت خايف من الحقنه. لا مش خايف؟ انت جاي تتبرع بالدم من مين؟ للمصابين الثورة. صابوا فين؟ اللي هو اتقتل. قتلوا في التحرير؟ دول الله يرحمهم، وكمان اللي هم تعبانين مصابين اخواتنا. هم اخواتنا طبعا. قولي حاسس بايه النهارده وانت جاي تتبرع بالدم؟ فرحان جدا. فرحان قوي؟ جدا. تقول ايه للناس عشان تيجي تتبرع بالدم للمصابين الثوره وللاطفال اللي محتاجين دم؟ تقول للناس اللي في البيت ايه عشان يجوا يتبرعوا ويعملوا زيك؟ بنقول احنا خلاص اللي هم انتم اللي فاكرين معاقين وفاكرنا عجزة وفاكرنا لا، احنا اثبتنا ان احنا ممكن نتبرع وممكن ندي رغم عجزنا. عجز
مفيش حاجه اسمها عجز، انت بتتحدى اي حاجه، صح؟ ان شاء الله. يعني انت جاي النهارده وفي ناس قاعده في البيت وعندهم صحه احسن منك بكتير، وانت النهارده اثبتت ان انت احسن منهم. ان شاء الله. معانا محمد. ازيك يا محمد؟ اهلا وسهلا. قولي، هم مسمينك سقراط ليه يا محمد؟ ده مجرد لقب من زمان. لقب من زمان؟ عشان انت عبقري يعني؟ لا ولا بكرة ولا حاجة. لا ولا فيلسوف؟ أنا بحب فلسفة شوية. الواجب رسالة أقدمها أنا وكل اللي معايا لمصابي وشهداء التحرير اللي بفضل دمهم عايشين احنا عايشين بفضل ده. الحرية اللي احنا فيها دلوقتي. تقول ايه بقى للناس اللي قاعده في البيت وصحتها كويسه ومش عايزه تنزل تتبرع بالدم؟ عايزاك توجه لهم رساله دلوقتي. اقول لهم احنا في النهاية مصريين. يعني بالرغم احنا مصريين، كلنا مصريين، حتى لو في اختلاف في الاتجاهات او الاديان او وجهات النظر. بالظبط. احنا مصريين الشعب ده مصريين والاستشهاد برضه مصريين. لابد كل واحد فينا يقدم اللي يقدر عليه تجاه البلد وأبنائه اللي لم يبخلوا بدمائهم في سبيل تحليلها وكرامتها. بشكرك جدا وانا اتشرفت بيك النهارده. الله يخليك. ميرسي جدا. انت اتبرعت ولا لسه؟ أنا بتبرع عشان في ناس كتيرة محتاجة للدم، سواء اللي هم خدوا. تعلي صوتك شويه. في ناس كتيرة محتاجة الدم، دم العمليات، وفي منهم المصابين في بعض الأحداث مثل حدث التحرير اللي فاتت. في ناس كتيرة يوميا محتاجة. فعندك حوادث الطرق يوميا بتحصل فيها كتير حاجة مشاكل، وبتحصل فيها ناس مصابة كتير، فبيحتاجوا دايما للدم. في بعض الجمعية المستشفيات ما فيهاش دم خالص، فهيجيبوا منين؟ ايه رايك النهارده ان معظم الموجودين من ذوي الاحتياجات الخاصه، وفي ناس يعني تانية ما بتنزلش تتبرع؟ لا مش كده، مش حكاية المحتاجة ذوي احتياجات الخاصة أو غيره. يعني ده يعني أنا ده مثال كويس، يعني دي حاجة مشرفة لينا. حاجة مشرفة لينا ماشي، بس احنا لازم نقف جنب الناس اللي محتاجة الدم بقدر الإمكان. بس أنا أتمنى اللي الدم ما يتباعش دايما، بيتباع بره. في بعض الناس بتاخده مثلا على إنها محتاجاه وبيتباعوا بره الكيس مثلا ب 300 جنيه. فاحنا مع المجلس الطب المصري مع الدكتور باسم السواح بنحاول نقدر قدر الإمكان يكون الدم بقدر الإمكان ببلاش في كل مستشفيات دم بنك الدم، بحيث اللي يكون مستشفيات مصر يبقى فيها بنك دم خاص بيها. ونتمنى من الوزير الصحة سواء الجاي أو اللي بعده أو مستقبليا يبقى فيه متوفر جميع المستشفيات بنك الدم، لأن دايما حضرتك بنك الدم مثلا بيبقى فيه نسبة درجة معينة تعبان لما تتنقل من بنك الدم للإنسان المريض اللي محتاجها ممكن تفتت في بعض الأحيان، فمحتاجة لكل يبقى مستشفى يبقى فيها بنك دم عشان تبقى سهل جدا اللي هو يعملها داخل العمليات بسرعة، فمحتاجش اللي هو ممكن يحصل له مضاعفات أو أي حاجة تؤدي للوفاة. أشكرك جدا. ازيك يا أسامة، عامل إيه؟ أهلا بحضرتك يا أستاذ. قولي إيه اللي خلاك تيجي النهاردة عشان تتبرع بالدم؟ والله يا فندم احنا النهارده ده يوم المعاق العالمي، يوم 3/12. احنا كجمعيه 7 مليون كنا عاملين حفله مهرجان كبير احتفالا بيوم المعاق. ولما حصل احداث التحرير والعدد الوفيات والاصابات اللي حصلت ديت اضطرينا تضامنا مع الاحداث يعني ان احنا نلغي الاحتفاليه، وبدلنا ان احنا نيجي نتبرع بدم لمصابين التحرير. اول مره تتبرع بالدم؟ لا دي ثالث مره. ثالث مره ما شاء الله. عايزه منك رساله للشعب المصري علشان يجوا يتبرعوا زيك، تقول لهم ايه؟ اقول لهم يعني يبادروا ان هم يجوا يتبرعوا. الموضوع بسيط خالص، ولازم نتضامن مع كل يعني شايف في حالات كتير جدا مصابه اليومين دول، فلازم نشارك. اللي مش قادر يشارك ينزل يشارك بانه يتبرع.
بشكرك جدا يا اسامه. اهلا بحضرتك يا فندم. شكرا. قولي النهارده، انا عارفه ان انت تعبت كتير النهارده مع الناس، النهارده كان العدد كبير الناس اللي جايه تتبرع بالدم؟ ولا كان عدد كبير، والناس عندها يعني حافز انها تتبرع، وده يوم مهم من الايام بتاعتنا، ان ده يوم المعاق، اليوم العالمي للمعاق، واشكرهم. وفي رساله من اطفال الانيميا والاشخاص اللي هم عندهم انيميا موصليني رساله اوصلها لهم. اتفضل قول. اقول لهم اشكركم، قطره دمك وهبتني حياه.